بكائية التبون والسبب ماما فرنسا. ففي الوقت الذي أطلق فيه الرئيس الفرنسي تصريحات تهدئة من البرتغال، جاءت تحركات وزير داخليته لتصب الزيت على النار، ما يطرح تساؤلات حول الانقسامات العميقة في هرم السلطة الفرنسية. إذ أقدم وزير الداخلية الفرنسي على خطوة تصعيدية خطيرة بتحركات عدائية واضحة بعدما أصدر تعليمات بمنع دخول زوجة السفير الجزائري في مالي إلى الأراضي الفرنسية بحجة عدم امتلاكها المال رغم استيفائها لجميع الوثائق القانونية المطلوبة. قالوها دون حياء. النظام الجزائري لا وزن لا هيبة لا مواقف لا شرف كالعادة، لأنه هذه الهجمة الجديدة من النظام الجزائري ضد فرنسا لدرجة التهديد. قال لك لن نبقى ساكتين اليوم. النظام الجزائري انت تقول هذا من أجل مصالح الجزائريين، هذا من أجل خلق ميزان قوة مع فرنسا. لا، النظام الجزائري خرج يبكي في برقية لوكالة الأنباء الجزائرية. لماذا؟ لأنه فرنسا رفضت دخول زوجة السفير الجزائري في مالي اللي راحت لفرنسا في أول أيام شهر رمضان، لأنه رمضان كريم بين قوسين. لأنه بطبيعة الحال المسؤولين الجزائريين وعائلاتهم عندهم عادة أنهم بداية من شهر رمضان يتوجهوا لفرنسا من أجل أنهم يأكلوا ويشربوا بأريحية ويعيشوا حياتهم، في وقت أنه في الجزائر من يفطر في شهر رمضان حتى في بعض الأحيان لدواعي صحية ربما تلقى نفسك في المحاكم ومتابع بتهمة انتهاك حرمة شهر رمضان. يعني باش تشوف فقط الفرق. ولكن الأزمة اليوم النظام الجزائري لماذا يبكي ويشكي وينوح على رؤوسنا؟ ليس لمصلحة الجزائر، المصالح الاقتصادية للجزائر، قضايا سيادية للجزائر، لا، بسبب اعتراف فرنسا مغربية الصحراء، وبسبب الآن أنه فرنسا تمنع دخول المسؤولين الجزائريين وعائلاتهم، ما سمي بليدينيتاغ الجيريان، يعني هادو الناس اللي مسؤولين جزائريين وعائلاتهم اللي يتحصلوا على جوازات سفر دبلوماسية دون وجه حق. اليوم فرنسا منعتهم من الدخول إلى أراضيها. تخيلوا يعني الإهانة والفضيحة هذه تاع أنه هذا أصلا السفير اللي لا شرف له، النظام الجزائري اللي لا شرف له يصدر بيان وبرقية عبر وكالة الأنباء الجزائرية لأنه زوجة السفير الجزائر في مالي ما خلوهاش تدخل ماماها فرنسا. يا اخي انتم تكرهوا، يا اخي النظام الجزائري يقول لك فرنسا والاستعماريه وكذا. علاش كامل؟ هذا ليست الاولى، تعرفوا هذه ثالث الان. يعني شخصيه تقدر تقول جزائريه مرتبطه بالنظام تمنع من الدخول الى الاراضي الفرنسيه. شفتوا النظام الجزائري تبون لما يمرض يروح يداوي في المانيا، المسؤولين كلهم وعائلتهم صباحا يوصل شهر رمضان يروحوا لماماهم فرنسا، ماشي باش ربما باش ياكلوا الشوربه الباريسيه. طبيعه الحال السبب مع